عطف ما نعس مرتاح تعطى القاصح لناصر بوريطة زمطو قال ليه ما درتي والو والمغرب فشل في تمرير الحكم الذاتي كحل وحيد ومن الاخر والله لا حلمتو بالصحراء. الحكم الذاتي كحل قضية الصحراوية لم ينجح المغرب في فرضه. فالجزائر زيرات أمريكا بريطانيا فرنسا وفرضت تقرير المصير في مشروع القرار 2797. عطاف عنده واحد السنطيحة فيها كيلومتر بنادم شرف وكيرقع بحال داك جدك اللي فيه الزهايمر كيطلقها عليك وجرني الواد ونقزت من 5 ايطاج ما وقع ليا والو وانت كتجاوبو جدي عندك الحق. المهم بعد 24 ساعة على لقاء بوريطة في دوزام ما تعطلش عطاف خرج يرد على المغرب والانتصار في مجلس الامن تا هو لبس الكرافطة وكيقفقف حيت الا دار غلط واحد غيعلقو شنقريحه فوق السلك. فقلت مع واحد لالا مولاتي صراحه زمطونا فادي. عاودت اللقاء 4 المرات غير باش نشوف الاسئله وضرني راسي فكرت نقول لها تا انا العفو وفي الاخر استنتجت واحد الحاجه جاب 7 الزرموميه. المغرب والجزائر ما محتاجينش وساطات بحكم القرب الجغرافي بالحكم التاريخ. ما كاينش اللي كيعرف الجزائر اكثر من المغرب وما كاينش كيعرف المغرب اكثر من الجزائر. لا مقارنه بين بوريطه المغربي وكحل عفطه الجزائري. السؤال الاول في اللقاء علاش نايض هاد الريقاطه على الصحراء هاد الايام؟ عطاف دار ليها نوض السؤال في جيه وجوابه في جيه. مجلس الأمن يعقد جلستين في السنة، الجلسة الأولى في شهر أبريل وجلسة ثانية في شهر أكتوبر. باش ما يجاوبش ديريكت أن الزخام داروا تحرك الدبلوماسية المغربية بقيادة ملكية وهو اللي حرك الملف المجمد. غير هو اعترف في كلامه أن المغرب استغل هاد أكتوبر باش يدوز الرؤية ديالو بقوة. زعما راه حنا متكين على الأمريكان واللي واعرين كنفرضوا القرارات على مجلس الأمن. والمغرب لعب كما قال عطاف على خطة أنه يمرر أهدافه التاريخية وهي 3: المينورسو، الاستفتاء والحكم الذاتي. عندك الحق أول مرة ما تكذبش. فعلا المغرب باغي يطير المينورسو وتقرير المصير ويبقى غير الحكم الذاتي. ايوا هاد الشيء اللي وقع علاش تصمكها؟ والاكثر من ذلك قال لك عدد من الدول رفضوا هذا الشيء ماشي الجزائر بوحدها. زعما حنا بين الريوس وديما كيتهربوا من المسؤوليه. عندهم مبادئ قال لك ومواقف ويني ما بغاوش يجلسوا في الطبله ويدافعوا عليها بحال العقارب كيضربوك ويهربوا يتخباو. وزيدون فينا هما هاد الدول اللي معاك في الطرح ما ذكرتيهمش بالسميات باغي تحماق علينا. نورمالمون دول داعمه كتخرج بيان فيها سمياتها وبالسينياتور ديال كل دوله او على الاقل بانوا في التصويت المعارضين. حنا ما شفنا والو ولو دوله وحده حتى من الجزائر وما عرضتش القرار الامريكي. اودي على المبادئ والشواكر زعت وقال ان دول فرضت تغيير القرار وديك المسوده الاولى كانت كارثه. اصلا 11 دوله مع المغرب بقاو غير 4: الروس الصين باكستان والجزائر. 4 فين هي 8 الدول المعارضه؟ ضبلتي التعبئه حيت باينه من الطياره دوك 11 دوله ما غاديش يعارضوا او يطلبوا تعديل. فبلا ما تحماق علينا انتوما بوحدكم اللي فيكم الفاره وطلبتوا عقد جلسه طارئه لتغيير مسوده القرار الامريكي. تا واحد ما هضر ولا تسوق. من بعد دازت الصحفيه السؤال الثاني وهو تقييم القرار. جاوبها اولا لم يتم حل المينورسو. البعثة الأممية لم يتم حلها ولم يتم تفكيكها. عاود تاني المينورسو فين ما يدور يقول المينورسو. زعما الجزائر حاطه لينا مسمار شحال في الصحراء وما كانش تغيير في الاول 3 شهور وبدلناها ولات عام جديد سنوي عادي. زعما شي فيكتوار كبير وهي غير بعتها جالسه تماك واكله شاربه كتراقب يتفك النزاع وهي في مصلحه المغرب اكثر من البوليزاريو. وغير في هاد العيمان الاخرى عاوناتنا حيت كتصيف التقارير على هجومات البوليزاريو شرق الجدار والاعمال اللي كيديروها كيما وقع في السماره والمحبس وعليها تبناو هاد القرارات الاخيره والتاريخيه. ثانيا الحكم الذاتي ليس حل وحيد وحصري. دابا دويتي راك حل حفطه ماشي حل حصري. واخا عطيني شنو هما الحلول الاخرى المذكوره في القرار؟ والو. الاستفتاء ما كاينش وحتى من دوك المقترحات الثلاثه ديال ابراهيم غالي لصفه الامين العام ما درجوهمش وما تسوق لهم حتى واحد. ذاك الاندماج والميثاق الحر وبلا بلا ديالهم وتقول الحكم الذاتي مع البدائل الاخرى اشنا هي الله اعلم. المهم عطاف قال لكم الماتش مفتوح وممكن تماركي بوليزاريو شي بيلانتي في الدقيقه 90 بلا ما تفرحوا بزاف. يا ربي السلامه. كمل السلوقيه
نقز من ثالثا لرابعان ديريكت لفليه الحساب. هاد رابعان هي الواعره. دوبرمان قال لك طرفي النزاع هما المغرب وجبهه البوليساريو. ديك موريتانيا والجزائر اللي مذكورين تماك غازي النقص غيجيو يشربوا اتاي وياكلوا الكيكس. وهاد مسعود بولس اللي مضارب دابا على اتفاق السلام بين البلدين وربطوا بانهاء قضيه الصحراء كيخربق. وانتوما نيت اللي كتدافعوا ومنوضين الرقاطه في مجلس الامن مع شي طرف. الله بلا تا العشير غاتفرج ملي ترامب يعيط لك تجلس في الحوار وقول ليه لا وتشوف إلا ما كليتي الفلاقه. داز الصحفيه السؤال الثالث سولاتو على المستقبل فين غادا القضيه الصحراويه وباينه في عينيها كتقول غادا في الحيط. السي عطاف غمق عليها. كاين اطار الامم المتحده هو الاطار الوحيد للحل وهما نساو واحد الوقت فاش بغاو يحشيو الاتحاد الافريقي في مسار التسويه مع القذافي وجنوب افريقيا ودول اخرى بحال موزمبيق وناميبيا وكينيا وغيرهم. الساعه سد عليهم المغرب الباب نهائيا. ما سقفت منظمه الامم المتحده وفقط عاد جاي كتقول اختصاص حصري لمجلس الامن. نوضه ونوض. فهذه القناعه الاولى العطافيه. ندوزو دابا القناعه الثانيه العطافيه. البوليساريو بحال شعوب العالم من حقه تقرير المصير وانه يصوت وما عرفت شنو. راه جاوبكم بوريطه. الحكم الذاتي تقرير مصير نيت حيت الصحراوي اللي غيصوت على رئيس الجماعه ورئيس الجهه والحكومه والبرلمان راه كيمارس حقه في تقرير المصير وحتى انه غيشارك في التنميه المحليه والاقتصاد ويستافد من الثروات والميزانيه. ايش بغيتو مازال والهربه مع هادو. القناعه الثالثه العطافيه المفاوضات بين المغرب وتريكة القياطن. ورجع تاني للحكم الذاتي كيعاودها مع شي الحل الوحيد وقال ان بولس متفق معايا. كون سمعوا هاد بولس غايقولنا على الله على الكذاب وغايطرحوا بدائل اخرى ما عرفتش كيفاش الا ما كان لا استقلال ولا حكم ذاتي. اش من حل اخر كاين؟ نعطيو الصحراء لبوركينا فاسو. وزاد قال ليك الامريكان فرقات بين موقفها الوطني والوساطه حيث الوسيط كيكون محايد. اش كتقول اصلا القرار الامريكي مبني على موقفها الوطني تاع الاعتراف بالسياده المغربيه وعلى هذا الاساس غنتفاوضوا. بارك تما كتضحك على الشعب الجزائري. الواعر في هذا الفيلم ان عطاف قال ليك مرتاح وكاينه الواقعيه كاين نبق. علاش ما صوتوش بنعم الا كان واقعي؟ علاش ما يضحك بن جامع ملي داز القرار ويعنق صحابو؟ انا بانوا ليا مغوبشين طالع عليهم الدم ما كرهش بن جامع يدفنوا في الغيز. كملها عطاف ان 17 كيان في العالم ما كتمتعش بالسياده وكلهم عندهم الحق في تقرير المصير فما يمكنش تقصي الصحراويين بوحدهم من هذا الحق. من الاخر هذا ما نعسش بالفقصه والحجره في الصباط اللي عول بهم ديال يديرها الحسن الثاني. لصقات فيكم بقاو في الاوهام والزعت كحل العفطه. الصحراء في مغربها والبوليزاريو في جزائرها. طلعوا